السلام عليكم، يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الفطار ايه النهارده. احنا كنا صايمين النهارده الخميس، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويعود عليكم الايام بخير يا رب، ويبلغنا رمضان. هنا بقى انا كنا بصراحه يعني عايزين ناكل اكله كده نحس ان احنا في رمضان. عملت محشي كرنب، ودي كانت لحمه ضاني كانت عندي، بس كانت دسمه، كانوا حتتين كده، فانا كنت عايزه شوربه. ففرمت بصلايه صغيره على فص توم كده، وحطيت عليها بابريكا وملح وفلفل. حطيتش ملح دلوقتي، كمان شويه كده. حطيت بس بابريكا وفلفل، وشوحتها كده في معلقه سمنه صغيره. وبعد ما خدت اللون نزلت عليها بميه مغليه، عشان كنت عايزه انجز يعني. خلاص يعني نسيبها تستوي كده مع نفسها. وطبعا احنا سلقنا الكرنب، وانا كنت عامله اكياس صلصه يعني جاهزه عشان رمضان تبقى سهله عليا. وهنا بقى نشوي الفرخه. عملت انا اخد بقى من شوربه اللحمه للمحشي، وقلت اشوي الفرخه دي اللي مش عايز لحمه يعني ضاني ياكلها وكده. انا هو جبت فصين توم على بصلايه وفرمتهم، حطيت البهارات بتاعتي وليمونه وشويه زيت، وبتبل الفرخه وخليها تاخد غلوه على النار، وبعدين بحطها في الفرن. هنا بقى نعمل جبت بصلايه وحطيت عليها ملح وفلفل. ودي لحمه نعصج لحمه. خلاص انا هنا كده بقى عملت دي الشوربه اللي انا هسقي بيها المحشي. حطيت عليها شويه صلصه وظبطتها للمحشي. هنا هو خلصت الكرنب في ثانيه، لان كانت الصلصه عندي جاهزه كمان، زي ما انتم شايفين كده في السريع. خلاص بس كده عملتها اهو. هحط بقى مع المحشي على النار، وهنعمل بقى الرقاق بتاعنا باللحمه التحفه. هنا حطيت الصينيه على البوتاجاز وحطيت فيها السمنه، وبخلي الورق تنزل على السخن تطشطش كده عشان ما تلزقش مني. اول مره اعمل الرقاق واقطعه قبل ما اسويه، شفت حد عمله كده فعجبتني بصراحه الطريقه، فجربتها لقيتها برضو مش زي ما انا بعمل. وكمان كنت مقلله في السمنه، لان احنا يعني صايمين بقى وهنتعب من الدهون وكده. بس طبعا هو الرقاق لازم تغرقيه سمنه. خلاص انا قطعته، دي طريقه جديده على فكره للرقاق. قطعته وحطيت فيه شوربه، يعني سقيته شوربه كتير جدا. خليته كده بصوا، حطيت السمنه الاول كده، انا كنت حاطه سمنه بسيط، وبعدين بصوا الشوربه، حطيت شوربه بحته زبده سيحتها فيها، وحطيتها في الفرن. سويتها زي الجلاش على فكره، خليتها كده تخمر بالشوربه، وبعدين حطيتها في الفرن من تحت تستوي بس. وهنا ديت بقى نعمل شويه ملوخيه. كان نفسي في الملوخيه جدا ومش لاقيه الملوخيه فريش، فجبت الملوخيه دي طلعت خطيره، اللي هي البسمه دي. جبت كيس يعني، زي ما انتم شايفين كده. عملتها على طول. طبعا حطيت فص ماجي في الشوربه اهو. طبعا قطعتها عشان الملوخيه المتلجه لازم تبقى مكعبات صغيره عشان تفك بسرعه، وتخليها تغلي كويس على البوتاجاز، يعني ما تستعجليش عليها. بصوا الجمال والحلاوه ده. شويه بيكنج باودر اهو، شلتها في ثانيه. يا دوبك تحطي البيكنج باودر بتاعها تشيليها. بصوا الخضار بتخليه تحفه، هي اصلا كانت خضره وجميله. ودي الطشه بتاعتها. بس هنا كده بصوا بقى، يعني بصراحة انا ما عملت كل اللي نفسنا فيه، وبألف هنا وشفا للي كل يا رب على قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى الرقاق طلع عامل ازاي، انا كنت عايزة اوريهولكم. بصوا طلع متقطع كده بالشكل ده، وطلع يعني مستوي من جوه كويس ومقرمش وتحفة. وادي الفراخ اهي اتشوت وطعمها تحفة. طلعت الرقاق كده زي ما انتم شايفين قطع، يعني قطعته قبل ما اسويه. ودي المحشي. بصوا خضار الملوخية وجمالها. عملت شوية رز. بألف هنا وشفا على قلبكم، كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.